أحسن طريقة للتوكل إنك تعيشي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل وتردديها بقلبك وبروحك وبلسانك. لسان وقلب بيقولوا مع بعض حسبي الله ونعم الوكيل. مهم قوي الوعي، مش مجرد كلمات، لازم نبقى واعيين احنا بنقول ايه، مركزين قوي في حسبي الله ونعم الوكيل. طب دكتور، هي شو معناها حتى أقدر أحس فيها؟ معنى حسبي الله انت كفاية لي يا رب. حسبي الله يعني يكفيني الله. انت كفاية عليا، لو كلهم سابوني انت كفاية يا رب. عمرك جربت احساس الكفاية قبل كده؟ انت تكفيني. لو حد ظلمك وكفى بالله شهيدا. لو ما حدش وقف جنبك وكفى بالله نصيرا. لو ما حدش تولى أمرك وكفى بالله وليا. لو ما حدش ساعدك وكفى بالله وكيلا. لو كل الناس ظلموك وكفى بالله نصيرا. لو كل الناس وقفت ضدك أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله. حسبي الله انت كفاية علي يا رب، ولأنك انت كفاية علي يا رب فانت نعم الوكيل. حوكلك بكل قوتي. وكأنك وانت بتقول حسبي الله ونعم الوكيل بتقولي ضمنا أقر أنا فلان الفلاني أني وكلت الله في تولي أمري في هذا الأمر، وأن أحسن قدر طاقتي وأترك له تولي أمري. هو ده معنى حسبي الله ونعم الوكيل. معنى جميل. يلا نعيشها النهاردة مع بعض بشكل يعني أقوى وبشكل أدق. يلا بينا نحضر الحلقة مع بعض. يلا يا كندا. ايوه تعالي يا كندا اتفضلي. أهلا أهلا. ازيكم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ يلا بينا نبدأ. جاهزين؟ توكلنا على الله. توكلنا على الله. ما زلنا مع منزلة التوكل والفهم عن الله، وقاعدة جديدة من قواعد الحياة. الحلقة دي أنا بحبها جدا، اسمها التوكل والأسباب. أولا التوكل ده حاجة رائعة جدا. أنا والله العظيم أنا مش عارف الناس إزاي عايشة من غير توكل. والله العظيم مسكين اللي عايش في الدنيا من غير توكل. ليه يا ابني كده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ أنت قد الدنيا؟ أنت كده داخل بصدرك في الدنيا لوحدك، هتتقطع هتتكسر. يعني معادلة صعبة، ليه تحلها لوحدك؟ الحياة معادلة صعبة، ليه عايز تحلها؟ ما تدخل ربنا معاك يا أخي ويبقى هو سندك، وهو اللي بيعرض عليك إنه يبقى وكيل. وهي مش كفاية عليك الآية الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو كل حاجة، هو كل حاجة. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه عايش لوحدك؟ صعب جدا جدا جدا. الناس بتروح عايزه تاخد توكيل مرسيدس يا علي، يدفع، تخيل عشان تاخد توكيل مرسيدس محتاج ايه؟ تدفع فلوس رهيبه وتبذل مجهود رهيب وسي في رهيبه عشان تاخد توكيل براند من براندات اللبس ولا حاجه، مجهود رهيب، مش كده؟ توكل على الله بكلمه بالقلب، حسبي الله ونعم الوكيل، وكلتك يا رب. وهو رب العالمين براندات ايه؟ ومع ذلك اسهل بكتير. التانية عمليه شاقه جدا جدا جدا. التوكل على الله هو اللي بيعرض عليك، هو اللي بيعرض عليك. من يقبلني وكيلا. النهارده مشكله التوكل في حاجه اساسيه، ان هم حاجتين عكس بعض. يعني ايه حاجتين؟ حاجه في الظاهر وحاجه في الباطن. الباطن ايه او اللي جوه ايه؟ متوكل. والظاهر ايه؟ بجري على الاسباب، وربنا اللي امرك تجري على الاسباب. هروح للاستاذ فلان علشان يشغلني، بشر من الاسباب، بشر. هعتمد على فلوسي وممتلكاتي، اشياء. هعتمد على قدراتي وذكائي، مش هم دول الثلاث حاجات الاسباب؟ ما هي كلمه الاسباب، الاخذ بالاسباب، هم الثلاث حاجات دول. يا اما ناس هتلجأ لها، يا اما ممتلكات عندك، يا اما قدرات شخصيه عندك. دول اسمهم اسباب في الدين الاسلامي. المشكله ايه؟ الاتنين عكس بعض. جوه ربنا وبس، بره جري على الاسباب، وربنا بيقول لك اعمل الاثنين. انما هي النقطه الكبيره، مين اللي هيسوق؟ مين سايق مين؟ مين اللي بيقود؟ التوكل هو اللي قائد، والأسباب وسيلة، تول، ولا الأسباب هي اللي قيداك في الحقيقة، والتوكل ده مجرد كلام أو أنت أصلا نسيته؟ الحدوتة دي هي حلقة النهاردة. فاحنا هنعمل إيه؟ هنرسم 2 سيناريو. السيناريو الأولاني من علم النفس الإيجابي، بيحصل إيه في العقل الباطن لما يكون عنده احتياجات ومحتاج الأسباب تساعده ومفيش توكل. والسيناريو الثاني نفس السيناريو الاولاني لو دخلنا عليه التوكل. حلوه الفكره؟ حلو جدا. فالنص الاولاني كله علم نفس. يلا بينا. تبدا الموضوع بايه؟ طبعا انا بقول وكندا رسمت
الخطوات، لان علم النفس بيقول لك عقلك الباطن لما بيكون عندك احتياجات بيمر ب7 خطوات. الخطوه الاولى احتياجات احتياجات احتياجات، من ساعه ما بنصحى من النوم لغايه ما بننام بالليل عندنا احتياجات، وعايز اكل وعايز اشرب وعايز احب وعايز اتجوز وعايز اشتغل وعايز انجح وعايز احتياجات 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 احتياجات. يجري العقل الباطن، يبقى دي ايه الخطوه الاولى، يجري العقل الباطن عايز البي الاحتياجات فيدور على الاسباب. السيناريو الاولاني ما فيهوش توكل، ماشي، هو كلام علم النفس بالنص. يجري على فين؟ على الأسباب علشان يحقق الأسباب زي ما قلنا هم ال3 حاجات دول. تمام؟ نجحت الأسباب وحققت الاحتياج مرة واثنين وثلاثة، يحصل إيه في العقل الباطن؟ تعلق شديد بالأسباب ويديها فاليو، قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. يضخم العقل الباطن، بيعمل كده، يضخم الأسباب. فاهمين الفكرة؟ ويتعلق قوي قوي قوي، أنا من غير الدكتور الفلاني ما أعرفش صحتي وصحة ولادي يحصل فيها إيه. أحيانا السبب بيبقى هو في الآخر هو الهدف. بالظبط، يتحول السبب إن هو الهدف في حين إن هو مجرد وسيلة. تعلق رهيب وقيمة، تديله قيمة، عقلك الباطن يضخمه عن حقيقته. أيوة، بس مش كده، أنا من غير المحامي الفلاني أنا انتهي، أنا ضيع. أنا لولا فلان في الشركة تتدمر. في حاجة في الحياة مهمة قوي، احفظوها مني، والله يا ابني انت وكلكم ولادي، يعني احفظوها مني. لا يوجد أحد لا يستغنى عنه. لو بقى في إنسان في حياتك ما تقدرش تعيش من غيره، لو مات أو باعك انت انتهيت. اوعى تعمل كده. ده النبي ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تعملش في نفسك كده، ده خطر جدا. يبقى تاني شكرا يا كندا انك رسمتيها. ها، اول حاجه احتياجات، ماشي، احتياجات. هنجري على الايه؟ احنا ده في السيناريو الاولاني ما فيش توكل. علم النفس الايجابي اسباب، يحصل ايه؟ تعلق بالايه؟ بالسبب. تعلق غير طبيعي بالسبب، ما اقدرش استغنى عنه وما اقدرش اعيش من غيره. فجاه ينقطع السبب. ده في السلسلة. ليه ينقطع السبب؟ لأن الدنيا كده. ما في شيء يدوم. لأنه لا يوجد شيء في الدنيا يدوم، كله لازم يتقطع، كل حاجة لها مرحلة وبتقف. إنك ميت وإنهم ميتون. ليه ربنا بيقول لنا كده؟ كل نفس ذائقة الموت، علشان نبقى فاهمين من ضمنها. خلي بالك، عشان كده يقول لك للآباء اللي أولادهم معتمدين عليهم اعتماد كلي، ما تعملش كده في أولادك، غلط. عند انقطاع السبب هيتعبوا، ما تعملش كده. لازم يعتمدوا على نفسهم وانت موجود بتزق، بس الاعتماد الكلي ده خطر، هيتدمروا نفسيا. يبقى تاني، احتياجات، بندور على الاسباب، تعلق بالسبب، انقطاع السبب. يحصل ايه عند انقطاع السبب؟ يحصل النقطة ال5، صدمة نفسية. صدمة نفسية واهتزاز. مسكين اللي عايش من غير توكل. والصدمة النفسية دي تطول أو تقصر على حسب إيه؟ على حسب إيه؟ مدى تعلقك بالسبب ومديله قيمة قد إيه. كل ما كان التعلق خرافي تطول المدة. وعلم النفس بيقول لك لو زادت عن 6 أشهر بقى مرض، أنت بقيت مريض نفسيا. صدمة نفسية. طيب بعد الصدمة النفسية يحصل إيه؟ السلسلة مكملة مع علم النفس الإيجابي، يبدأ يبحث عن بديل. صح، النقطة السادسة. يبقى تاني، احتياجات، الاحتياجات دي تتحول لأسباب، الأسباب تتحول إلى تعلق وتديله قيمة، تضخم قيمته. يحصل انقطاع للسبب، يحصل صدمة نفسية، يحصل بحث عن بديل. طب ما خلاص خلصنا كده ونلاقي بديل تاني. لا يا حبيبي، مش بالسهولة دي، لأن في اختبار هنا رباني، مش هتلاقي البديل بسهولة. هو أصلا لو كان في بديل ما كنتش هتتعلق بالسبب، كنت هتوزع بين الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني، بين المحامي الفلاني والمحامي الفلاني. ده أنت بتلاقي نفسك فجأة انقطعت الأسباب ومش عارف تعمل إيه. غير تخطيط. وأحيانا هتلاقي بديل بس مش على طول. مسكين البني آدم فيستمر في حالة الاهتزاز. مسكين البني آدم من غير توكل، فيبدأ يدور على إيه؟ آخر خطوة، طب أنا مش لاقي بديل للسبب، طب إيه مسبب السبب؟ حلوة، يعني على فكرة كلام منطقي، يعني حتى تصرف النظر إنه من علم النفس الإيجابي كلام منطقي. طب
يقفز العقل خطوه ويقول لك طب خلاص مش لاقي بديل للسبب بتاعي، طب ايه مسبب السبب؟ فيبقى عنده 3 احتمالات. الاحتمال الاولاني الصدفه، انا نجحت صدفه، انا لولا عمو فلان اللي عيني في الشركه الفلانيه انا ما كنتش هنجح، فانا ما اعرفش اعيدها تاني، انا انتهيت. يتدمر. انا ما اعرفش اعمل فلوس تاني، انا عملتها صدفه، انا مش هعرف اعملها تاني، انا مش هعرف انجح تاني، انا نجحت صدفه. الصدفه هو الاختيار الاولاني. فمسكين يا عيني خلاص يكمل حياته بقى متدمر. انا من غير ابويا اللي مات ما اقدرش اعيش، فيتدمر يفقد الثقة. خلاص. تخيل ده كل ده لسه ما دخلناش التوكل. مسكين البني ادم من غير السند. ليه تعمل كده في نفسك؟ طيب البديل الثاني يا علم النفس، قول لنا البديل الثاني. البديل الثاني مسبب السبب ايه؟ انا انا اللي نجحت واقدر اعملها 100 مره، ورجال اعمال كتير على فكره بينجحوا تاني مره وثالث مره بالطريقه دي. انا زي ما عملت الفلوس اول مره اعرف اعملها تاني مره، انا زي ما نجحت اول مره، انا قدراتي وذكائي انا وممكن ينجح. بس في مشكله خطيره، انه بيدي لنفسه جرعات كبيره من الانا عشان يقدر يواجه انقطاع السبب، فيحصل تضخم للانا. سايد افكت، عارف طب وايه اللي هيحصل لو كده؟ تضخم الانا لازم هتقع على جدور رقبتك. يقول لك ازاي فلان الفلاني الذكي ده عمل الغلطه دي، غلطه غبيه جدا، تضخمت الانا. تسمعوا عن مشاهير وعمل غلطه يقول لك مش معقوله غلط الغلطه دي، تضخمت الانا. اول ما تتضخم الانا تضيع، تنهار. السيلف استيم والثقه في النفس حاجه حلوه، وتقدير الذات حاجه حلوه، لكن انت عمال تدي لنفسك جرعات فوق تحملها، فوق حقيقتها، عشان مش عايز تروح لمسبب الاسباب العظيم اللي يساعدك. ومع تقدير الذات وكل حاجه، انا مش ضد تقدير الذات، بس المبالغه فيها هتحولك لانسان متكبر شايف نفسك انت مصدر الكون وانت مش مصدر الكون. عشان كده تلاقي الغرب عندهم افلام سوبرمان وجيمس بوند وكده، انا استطيع ان اقهر الكون. او ممكن يحصل له حاجه تانية في الانا دي. هو انت فاكر انك هتقدر على القدر؟ سور القدر اعلى منك، يجي مره في الانا ما تجيش، ما يعرفش يعملها تاني لان قدر ربنا اقوى، فينهار. مسكين البني ادم، والله مسكين من غير توكل. يبقى علم النفس بيقول لك انقطعت الاسباب، عندك 3 بدائل. دي الرسمه كامله. البديل هنا في الاخر يا اما الصدفه. ايه الاحتمالات ال3؟ ايه مسبب السبب؟ يا الصدفه يا الانا. انا كتبت هنا الله، بس هم علم النفس الايجابي ما قالش كده. او ان هناك قوه روحيه كبيره تعطيك القوه لتستمر. يعني لفيت ورجعت على التوكل. نفس المعنى. وراحوا في الاخر على الايه؟ على التوكل. هيروحوا فين؟ هتروح فين من ربنا؟ عارف الايه اللي بتقول فاين تذهبون؟ اما بسيطه بشكل، هتروح فين؟ هتلف هتروح فين؟ فاين تذهبون؟ حد عارف في سوره ايه؟ سوره التكوير. طيب يبقى دي الرسمه بتاعت علم النفس. ده السيناريو الايه؟ الاولاني. عرفت الاحتياجات بتحصل فيها ايه في دماغك؟ انت عقلك الباطن بيشتغل كده اهو. انت عقلك الباطن مين